ربع كوبايه ميه. بعد ربع كوبايه الميه بقى بنجيب البوله التانية وبنحط فيها عليها الدقيق، وبنحط بقى ايه معلقتين او 3 نشا حسب ما انت عايزه، حسب كميه الدقيق. بعد كده بنحط معلقه واحده بس بيكنج باودر، بنقلبهم كويس قوي. او بعد كده بناخد منه معلقتين او 3 بنحطهم على البيض. بعد كده نفس البهارات اللي احنا حطيناها على البيض بنحطها برده على الدقيق، وبنقلبهم كويس قوي لازم عشان يختلطوا ببعض جامد قوي. ولازم نحط كركم كفايه عشان تبقى القرنبيط اصفر كده وجميل. بعد كده بقى هنا ايه خلطنا الدقيق كويس مع البيض، هننزل بقى كده يعني القرنبيطه هنحطها كده في البيض، وبعد كده نعملها بالدقيق، بنديها طبقه كده غلاف، بتبقى بقى ايه طعمها ايه يعني جميل جدا. والقرنبيطه بتبقى كريسبي كده وجميله. بصوا بتبقى عامله زي بصوا الكنتاكي. بصوا الفراخ اللي هي فيجيتار بتبقى جميله جدا، طريه من جوه وايه مقرمشه كده من بره. لما عشان تحتفظي بالقرمشه بتاعتها لازم تحطيها في مصفى علشان ايه تتهوى معاكي وتبقى مقرمشه. ما تحطهاش على مناديل المطبخ. ودون كان شكل القرنبيط بعد ما استوى.